هنعمل النهاردة مع بعض رغوة الكابتشينو اللي بتبقى موجودة في الكافيهات. رغوة حلوة جدا وجميلة وهتبقى موجودة عندك دايما طول الوقت. هنعملها كده ونحتفظ بيها عندنا في الفريزر، وتبقى موجودة معاكي في اي وقت تحبي تشربي كوباية نسكافيه كده بالرغوة الجميلة بتاعتنا دي، ومش هتفرقيها عن بتاعة الكافيهات ابدا، زيها بالظبط. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نخش في الفيديو متنسيش تحطي لايك يا قمر، وتشتركي في القناة لو اول مرة بتشوفيني، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد يا ست الكل. واول حاجة كده معايا هي سكر، ومعايا النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، ومعايا مية. هجيب كده بولة اللي انا هضرب فيها رغوة الكابتشينو دي، وطبعا هيبقى معايا مضرب. هقولك دلوقتي لو انت ما عندكيش مضرب وعايزة تضربيها في الخلاط، بس اللي هتضربيها في الخلاط هتتعمل في وقتها، مش هينفع تحتفظي بيها. لكن اللي هنعملها دلوقتي دي هتحتفظي بيها في الفريزر عندك، مش هتتجمد ولا اي حاجة، وهتبقى موجودة معاكي على طول. اول حاجه كده هعاير بكوبايه، الكوبايه اللي هعاير بيها هي اللي هتبقى موجوده معايا، وهعاير بيها كل حاجه. انا عايرت بيها كده النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، جت معايا كوبايتين من الكوبايه الصغيره بتاعه القهوه دي. حطيت بقى قدها سكر، يعني جاي معايا كوبايتين نسكافيه قصادهم كوبايتين من السكر. طبعا لو عايزه كوبايه واحده هيبقى قصادها كوبايه سكر. بعد كده هحط نصهم ميه، يعني كوبايه نسكافيه كوبايه سكر نص كوبايه ميه، او على حسب طبعا نوع النسكافيه بتاعك، ممكن تاخدي كوبايه الا ربع ميه. لكن القوام بتاعه المظبوط هو كوبايه سكر نفس الكوبايه نسكافيه نفس الكوبايه نصها ميه. حطيت المكونات دي كده كلها على بعض في البولة، وقلبتهم الاول بمعلقة علشان المضرب ما ضربش بيه كده على طول الخليط يبهدل معايا الدنيا. وبعد ما دابوا كده مع بعض خدت بقى المضرب وهضربهم كده كويس قوي. الضرب ده هياخد معايا من 5 ل7 دقايق لحد ما القوام يبتدي يتقل معايا ولونه يفتح ويعمل الفوم الكبير اللي هنشوفه معانا دلوقتي. طبعا تقدري تعمليها في الخلاط، لكن هتزودي المية شوية، هتبقى المعيار المية قد السكر والنسكافيه، ولكن مش هتقدري تحتفظي بيه لمدة كبيرة، يعني هيتعمل في نفس اليوم. لكن الخليط اللي احنا بنعمله بالمضرب الكهربائي ده هتقدري تحتفظي بيه لمدة شهر شهرين زي ما انت عايزة. هتحتفظي بيه في علبة عندك كده في قلب الفريزر، وهتطلعي منه وقت ما انت عايزة. هتطلعي كده بمعلقة وتحطيها في الكوباية وتصبي عليه اللبن بتاعك والسكر طبعا حسب رغبتك. سهل جدا ومفهوش اي مشكلة. زي ما انتم شايفين معايا الخليط بفضل اضربه بالمضرب كده لحد ما القوام يبتدي يتقل كده زي الكريم شانتيه، ولونه يفتح قوي زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. شايفين الخليط معايا متماسك وعامل ازاي؟ زي بتاع بره بالظبط. عمل معايا فوم جميل وعمل معايا كمية حلوة قوي. هجيب بقى علبة كده بالشكل ده احتفظ بيها في الفريزر. علبة تلاجة عادية خالص، طبعا هيبقى موجود معايا طول الوقت، هحتفظ بيها لمدة شهر او ازيد ومش هيجرى لها اي حاجة. بس اهم حاجة تحطيها في الفريزر، مش هينفع في التلاجة. لو حطيتيها في التلاجة هتيجي تاني يوم تلاقيها فصلت منك وعملت مية. لكن بتحطيها في الفريزر وتاخدي منها بتبقى طريه ما بتجمدش ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين اهي بتدلقش من العلبه ولا اي حاجه. هتطلعيها من الفريزر تاخدي منها معلقه زي ما انا هعمل كده بالظبط دلوقتي. هجرب معاكم كوبايه، صدقوني في منتهى الجمال والرغوه بتاعته حلوه جدا. وتقدري تحطي بقى من الكابتشينو ده معلقه او معلقتين زي ما تحبي. انا حاطه معلقه واحده، لكن طبعا لو حابه فوم اكبر واعلى تحطي معلقتين، وهتطلع معاكي بالشكل ده. تصبي بقى عليه اللبن السخن او اللبن المغلي او الحليب، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال. وتقدري برضو تزينيه من فوق كده بشوية كده من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، وتعملي اي شكل زي ما انت عايزة زي ما بنشوف كده في الكافيهات. عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا. هتحطي العلبة عندك في الفريزر مش هيجرى لها اي حاجة. هتطلعيها تاخدي منها معلقة هتكون طرية وبنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده، ومش هتتلج ولا هتجمد معاكي ولا اي حاجة. ولما تطلعيها تاخدي منها الكمية اللي انت عايزاها، معلقة معلقتين 3، وترجعيها الفريزر تاني. خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسيش بقى رأيكم في التعليقات، واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل وصفاتي الجديدة.